احنا لو اتكلمنا هنلاقي الشولدر بالنسبه لنا هو في المركز الاول، لان فكره الاصابات اصلا بتيجي في الويت ليفتنج من الاكسسيف يوز او من الاوفر يوز، يعني كتر التمرين وتكرار التمرين لفترات طويله وبتكراريه عاليه من غير راحه هو ده المسبب الرئيسي للتمرين. ده هيدخلنا في نموذج للعبه زي الكروس فيت. الويت ليفتنج في الكروس فيت لما اتعمل عليه ابحاث لقوا ان هو معدل اصاباتهم لما بيطبقوا الويت ليفتنج في الكروس فيت معدل اصاباتهم اعلى. ليه؟ لان هم عندهم معدل تمرين عالي جدا، فريكونسي وحجم الوحده التدريبيه عندهم عالي جدا، يعني لدرجه ان هم ممكن يكون فكره الراحه او الاستشفاء او الدي لود فيز او عمليه تخفيف الاحمال ممكن ما تكونش عندهم. طيب اصلا ازاي بيحصل لي اصابات؟ تعالوا نبدا الاول باللور باك، نتكلم بسرعه قوي. بص، انت طبيعي لما اتعمل ابحاث على الفريق الاول التركي بتاع رفع الاثقال لقوا ان اغلب اللعيبه الابطال اللي واخدين ميداليات اولمبيه اصلا عندهم حاجه اسمها اسيمتري يعني عندهم عدم تماثل في النشاط العضلي او القوه العضليه بين النص الشمال والنص اليمين. يعني كان فكره التشوهات دي برضو احنا مطلعينها بشكل بعبع، الموضوع ابسط من كده. لعبه زي رفع الاثقال من اكتر الحاجات اللي ممكن تكون غلط مثلا بتتعمل فكره انك بتحرك العمود الفقري فحركه ثانيه وحركه مد كتير اخطر عليه من الاوزان اللي بتشيلها عليه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت تقدر تتحمل اوزان عاليه اكتر من انك تتحمل فكره الثاني والمد الكتير لمفصل او للعمود الفقري. لما بيحصل حركه كتير للعمود الفقري ومن خلال الحركات كلها اللي احنا بنشتغل عليها، مع ان احنا عندنا مثلا ضعف في مجموعه عضليه بيحصل لنا ضعف فيها زي المجموعات العضليه اللي موجوده عندنا في الجانب الامامي ده، بيبدا يحصل لنا حاجه اسمها الهايبر لوردوزس او الانتيريور بيلفيك تيلت او التقعر القطني الزائد. التقعر القطني الزائد ده ببساطه شديده عايزك تتخيل معايا ان العمود الفقري هنا، العمود الفقري القطني بيبدا يميل لقدام. تخيل انت عمال يميل لقدام فالضغط على الفقرات بيبدا يزيد لحد ما يحصل لك مع مرور الزمن حاجه اسمها سبونديلوسيس او حاجه زي شروخ بتبدا تحصل لي في الفقرات نفسها. الكلام ده كله انا اقدر اتجنبه من الاول لو انا فهمت انا عندي ايه وفهمت ان انا بقيم ازاي الحركه بتاعتي. ده هيقلل من اصابات الظهر او الديجنريتيف ديسك او ديسك ديجنريشن بشكل كبير جدا، اللي هي اصابات الانزلاقات الغضروفيه. بالنسبه للكتف خصوصا لو انت مبتدئ لازم تهتم بحاجه اسمها الاناتوميكال شولدر ستابلايزيشن او عمليه ان انا افهم العضلات اللي بتحرك لي الجزء ده. مهم جدا فكره لواحي الكتف دي، مجرد ما افهم ازاي اعمل توازن ما بين العضلات دي معدل الاصابات عندك هيقل بشكل كبير. واخر حاجه عندنا اصابات الركبه برضو بتيجي عشان حركات الكتير وعمليه الترانزيشن فيز او التحول في الحركات السناتش والكلين الكتير على الركبه. برضو اصابات بتيجي في اصابات الاوتار، بيحصل حاجه اسمها باتيلر تندونايتس، ودي برضو نقدر نتجنبها بفترات الراحه الكويسه والاستشفاء، وان انا اتدرب صح واحافظ على معدلات استشفاء كويسه وتغذيه كويسه ومعدل نوم كويس. ودايما اختار انت بتتمرن مع مين.